داخلين على ماتش الاهلي والزمالك، الاهلي لسه فرحان وكسبان سموحه، والزمالك لسه متطرقع من بيراميدز. تعالوا نشوف ليله الماتش دي هتعدي على ايه. يلا بينا. اول حاجه نبتدي بالاهلي. تعالوا كده اكلمكم على شويه نقط تاكد لنا ان شاء الله ان احنا هنكسب ماتش الزمالك يوم السبت. اول حاجه كولر وكهربا. انا شايف ان كولر رقم واحد في اللي خلى كهربا يظهر بالصوره دي امبارح، ان تنزل لعيب في سيمي فاينال كاس في التوقيت دوت اساسي، ويكون هو السبب الرئيسي ان يكسبك الماتش بجون واتنين اسيست. لا عاش يا كولر الصراحه. وكهروب اثبت ان هو لعيب كبير، فياريت يا جدعان نحل مشكله الفلوس دي عشان كهربا لازم يلعب معانا. وانا شايف اهم نقطه في الاهلي الفتره الاخيره فكره الانتشار الهجومي. الاهلي عنده الانتشار الهجومي انا شايف 10/10. هو مشكلته الاساسيه في المهاجم اللي يفنش لك. انتشار الهجومي ناحيه الشحات وقفشه وعبد القادر ومعلول وهاني. ايوه هاني بصراحه انا شايف ان الفتره الاخيره عامل اللي عليه وزياده. انا من الناس اللي هاجمت هاني كتير قوي، وكنا بنقول ولا يوم من ايامك يا اكرم وفينك يا كريمه فؤاد والناس دي كلها، بس انا شايف هاني عامل اللي عليه من ناحيه الالتحامات في دفاعا. كفايه ان هو واحد حاسس بقيمه التيشيرت وموت نفسه، فبصراحه لازم ندي هاني حقه في الحته دي. وبصراحه انا شايف ان مفيش ظروف احسن من كده تخلينا ان احنا ان شاء الله نكسب ماتش الزمالك. كسبان سموحه، واصل فاينل، مأدي بشكل كويس، الفرقه فايقه، كهربا رجع. انا شايف ان الظروف دي كلها قويه تخلي ان شاء الله ان كفه الاهلي تبقى هي الاكبر. واهم حاجه ان عبد القادر لازم يلعب اساسي. يعني عبد القادر لازم يلعب اساسي عشان عبد القادر فيه ميزتين، ان هو جناح مع معلول في تجانس كبير جدا. عبد القادر بيقدر يزيد كمهاجم بشكل 10/10. محتاج يسرع الدنيا شويه، محتاج يفنش بشكل احسن، بس عبد القادر مع معلول 10/10. ومعلول انا برضه حاسس ان هو بقاله فتره فكره ايه، ان انت ممكن يعني او ليه مش بتهاجم كتير. يعني المفروض تهاجم بشكل اكتر من كده. ده معلول ملك الحلول. يعني معلول بالنسبه لنا هو الاساس في كل حاجه. ده حبيبنا ده علولو. وبرونو سافيو بغض النظر ان انا شايف ان هي صفقه بصراحه قفيله بطريقه غير عاديه، وعمري ما هقتنع ان انت برازيلي اصلا، مش ان انت لعيب كوره. يعني انا بالنسبه لي اقتنع ان انت برازيلي اهم من ان انت لعيب كوره. برونو لو مكتوب لنا انه يلعب صانع العاب، ما يلعبش جناح. والله ما بيلعب جناح فكره ان انت رايح واقف لي على الخط، استلم الكوره ارجع لمعلول، استلم الكوره ادخل في نص الملعب لديانج وشكرا على كده. انا شايف عامه قفشه افيد بكتير جدا من برونو، فانا شايف ان احنا لازم نكون بادين بقفشه. وحاجه كمان اخيره عايز اتكلم فيها. احنا دلوقتي ظهرت امبارح في ماتش سموحه صفقات كتير جدا للاهلي الجديده، كلها لعبت، بس انا عايز اتكلم على واحد بالاخص، هو محمد الضوي كريستو. واضح ان هو لعيب كويس، واضح ان هو سريع، واضح ان هو لمسته في الكوره حلوه، بس هو نزل ربع ساعه. انا عايز اعمل كل حاجه في الربع ساعه دي. تحس ان انت عايز تقول له حبيبي ابلع ريقك، بس والله هتعمل كل حاجه بس في وقتها. يعني انت عايز تنزل تشوط وتعمل دبل كيك وترقص وتعمل كل حاجه. اول كوره استلمها في الماتش استلمها من ناحيه اليمين، عدلها على شماله، والمصعد فضل يجري لحد الناحيه الثانيه. فهو كويس، بس انت فكره ايه ان انت يعني اهدى كده، اهدى دورك جاي وهتكسبنا كتير قوي. ففي تفاصيل كتير قوي في الاهلي مطمنه الواحد ان شاء الله ان احنا هنكسب الماتش دوت. ونروح للزمالك. ولا اقول لكم قبل ما نروح للزمالك عشان انا مش ضامن ايه اللي هيحصل بعد كده، ما تنساناش في اللايك والشير والسبسكرايب. يا ابني زق معانا الدنيا يا اهلاويه، لايك وشير وسبسكرايب بقى صوتي راح. مهم، نروح للزمالك. الزمالك دلوقتي المركز الثالث، هيلاعب الاهلي المركز الاول، ماشي. وانا عايز اقول حاجه بس، الزمالك لو خسر هيبقى المركز الرابع. فيعني بس انا بقول بس يعني ليه من وجهه نظري ان الفروقات باينه دلوقتي اكتر. يعني عايزين نقول حاجه سريعه كده بس. اخر حاجه الزمالك عملها ماتش بيراميدز. ظروف الماتش اللي حصلت دي تقول لك الزمالك انه عنده مشاكل كتير قوي. اولا انت جايب جون في اول 5 دقائق، مطرود لهم لعيب في اول 10 دقائق، عبد الله السعيد نجم الكوكب بالنسبه لكم وبالنسبه للناس خارج في الدقيقه 13. فالزمالك من اول ما لقى ظروف الماتش عملت كده ابتدى بقى هوبا يلا طب بص طب القطه واللقطه والبطه، اتغفل، خسر الماتش. بس خلينا نقول عشان بس الزمالكاويه ما يزعلوش، خلينا نقول ميزه اساسيه في الزمالك. هيص بص، انت اخر 4 ماتشات خسران 1 تعادل 3، بس في ميزه: الكورنر، الركنيات،
الركنيات ركن كورنر يمين وكورنر شمال، اترفعت من ناحيه اليمين اعرف ان حسام عبد المجيد هيجيبها جون، اترفعت من ناحيه الشمال اعرف ان الكره هتترفع من ناحيه الشمال لناحيه اليمين. فهو دي الميزه الاساسيه، هي مش كامله للاخر بس هي دي الميزه الاساسيه. الزمالك بيلعب 4-3-3، مش انا اللي هو الزمالك بيلعب 4-3-3 بس اقسم بالله ما بيعملش اي حاجه بخطه 4-3-3. هتقول لي ازاي؟ اقول لك يا باشا ازاي. ايه؟ اتفرج على اخر ماتش هتلاقي ان كل الكور يا ابراهيم طلقات بتطلع على امل ان الناحيه الثانيه من المدافعين يعك عكه. فاحنا عايزين النبي الاهلاوي عندنا في الدفاع كده يا باشا، روق على حالك بكوبايه قهوه ولا اي حاجه، عشان هو اللعب كله تغلط غلطه زيزو يخلع، سيف الدين الجزيري يخلع. هو ده بيلعب خطه 4-3 اللي غلط خالص. ماشي. فيريرا والعك انا بالنسبه لي يعني ممكن يكون من على قلبكم زي العسل، دي قصه ثانيه. انا بالنسبه لي فيريرا تغييرات، توظيف لعيبه، كل الحاجات دي غلط. يعني هو في الاخر تحس انه معرفش بقى السبحه بتاعته خلصت، كيس الشيبسي خلص، ما تعرفش. كل الحاجات دي غريبه. خط نص نادي الزمالك انا بالنسبه لي امام عاشور، بالنسبه لي امام عاشور لعيب كويس بس ملك التناكه. لسه بدري عليك يا امام عاشور، لسه بدري عليك، يعني لسه بدري عليك. انت لعيب كويس بس انت بتركز في ان انت انا جامد وانا لعيب اكتر من الاستفاده. دي وجهه نظري. دونجا موظف، باصي يمين باصي شمال باصي بالعرض شكرا يتعشى على كده. عمرو السيسي انا كنت في طلائع الجيش، انا ايه اللي جابني هنا؟ هو الراجل مقتنع بالمبدا ده وماشي بيه. نروح لكمان الجزيري بالنسبه لي كان مفنش السنه اللي فاتت، كل الزمالكاويه يقول لك اوبا لقد جه كابتن ماجد بتاعنا ويا باشا من النهارده مفيش مهاجم، سيد الجزيري هو اللي مهاجم. ماشي. الراجل كل كرة فين؟ انا اهو اديني يا ابني، جنبك فاضي جنبك فاضي جنبك فاضي، ويوم ما تديها له فانا شايف ان في مشكله في الهجوم. انا شايف ان الانتشار الهجومي في الاهلي وخلق الفرص في الاهلي احسن بكتير من الزمالك. انا شايف ان لو الاهلي يركز جدا انه يخلص ماتش من الاول، خاصه ان احنا نبدا بكهربا مهاجم عشان بان كميه المشاكل عندنا في الهجوم هتفرق كتير جدا. فانا من وجهه نظري بقى، انا كده على فكره قلت لكم كلام سريع، انا ممكن اقعد اتكلم معاكم للصبح بس يعني عشان بس ما اطولش عليكم. انا شايف ان عشان الاهلي يكسب لازم يخلص الماتش من بدري، قلتها كتير وبعيدها تاني، افتكروا الجمله دي كويس. الاهلي الشوط الاول يطلع له 1 أو 2-0 هيخلص معانا كتير قوي. فانا توقعي للماتش دوت، ولو النبي قبل طبقا توقعي، طب ما انتوا اهلاويه كده تدخلوا في الكومنتات تقولوا لنا الاهلي ان شاء الله هيكسب كام، والزملكاويه معلش اعذروني حاولوا تكتبوا في الكومنتات تقولوا انتوا هتخسروا كام، يعني عشان نزق الدنيا مع بعض. فان شاء الله الماتش يوم السبت، ان شاء الله الاهلي يكسب، ان شاء الله كهربا يعمل احلى شغل ودايما ورا الاهلي والاهلي فوق الجميع. السلام عليكم.